40 أسرة في مدينة صفر في وسط المغرب على اتخاذ الكهوف بيوتا لها، وتعيش هذه الأسر في ظروف مأساوية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة. كهوف سكنية تحيل على العهود الحجرية، ليست بمشاهد سينمائية عن الحياة البدائية ولا بمواقع سياحية كمثيلتها التركية، بل هي منازل، بل جحور يقطنها آدميون لصون ما تبقى من كرامتهم. أكثر من 40 عائلة تقيم في أشباه البيوت هذه على مشارف مدينة صفر. ساكنين هنا في هذا الكهف، لا ماء لا ضوء، بحال الحيوان. عبد الكبير بمحيا بدت عليه الحسرة سمح لنا بالدخول، فبؤس المكان لا يشجع على استضافة أي كان. في هذا الكهف ولد وكبر وتزوج وأصبح أبا. حلمه بالرحيل تكسر على صخور ضيق ذات اليد، فاستكان لعطلته عن العمل وتعايش مرغما مع حياة الكهوف. مضطرين نعيشوا هذه الحياة ديال العصر الحجري، كرامة مهانة، ظروف الحياة منعدمة، لا تهوية لا صرف صحي. أنا كأعصاب راسي ماشي مواطن. أبسط الحقوق منعدمة في هذه الكهوف، تاركة المكان لكل مظاهر الفقر والحرمان، ومرارة العيش يلازمها الخوف من احتمالات انهيار الأسقف، كما حدث في هذا الكهف الذي قضت تحته سيدتنا العام الماضي. الحياة ديالنا مهدة بانهيارات اللي كتوقع داخل الكهوف، والغالبية ديال الناس مصابة بأمراض الربو لأن الرطوبة هنا مرتفعة بزاف، والأصدقاء ديالي ما كنقدرش نصادفهم في هذا الجحر اللي رحنا فيه. نمط سكني يعود بنا إلى حياة الإنسان البدائي، وكثيرون يعتبرونه وصمة عار في سياسة الإسكان، والمسؤولون يأسفون ويعيدون بالتصحيح. نأسف لحال هؤلاء، ونحن بصدد تهيئ برنامج من أجل ترحيلهم وتهيئ قطع أرضية في الشهور القادمة، والأشغال هي جارية الآن. وحدها الوعود وإن طالت تزرع الأمل في هؤلاء، لعلها تنقلهم لنمط عيش القرن ال21. لو جسد الخجل لخجل من هذا الواقع. حياة بدائية بكهوف حجرية في زمن الحديث عن الكرامة الإنسانية. حسن